السلام عليكم. الأغلبية كاين اللي ما عارفش بأن التشجيع على الانتحار والمساعدة على الانتحار كيتعتبر فعل مجرم داخل في الدائرة ديال الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي اللي كتعرف لنا الجريمة بأن واحد الفعل أو الامتناع يعني كيعاقب عليه القانون الجنائي. فهذه المسألة هذه بالضبط أو داخل هذه المسألة كيدخل فيها هذا الفعل ديال المساعدة على الانتحار. بالتالي تقديم أي وسيلة من هذه الوسائل فهو يدخل تحت دائرة المساعدة أو التشجيع على الانتحار. المشرع المغربي اعتبرها جريمة كتمس القيم الدينية والأخلاقية من الناحية الدينية، لأنه يعني كتمس بالضروريات الخمس اللي هي النفس، ثم يعني من الناحية الدستورية الحق في الحياة باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة دستوريا. بالتالي الفصل اللي كينص على تجريم هذه المسألة وهو الفصل 407 من مجموعة القانون الجنائي. إذا رجعتي ليه غتلقى بأنه جرم هذا الفعل هذا وحدد له واحد العقوبة اللي هي من تقريبا من سنة إلى 5 سنوات. يمكن لكم ترجعوا لهذه المسألة هذه، على أن كل شخص يعني ساعد واحد المنتحر على أنه ينتحر أو لا حرض واحد الشخص على مسألة الانتحار سواء بالقول أو لا بالفعل، واتضح فعلا أنه يعني حرضوا بالقول أو بأي وسيلة أخرى. فهذه الحالة هذه فيعني كيتعاقب هذا الشخص هذا. المشرع المغربي تعامل بواحد النوع من الجدية مع هذا النوع من الجرائم، وكيشوف المشرع المغربي بأن يعني الشخص اللي كيساهم في دفع أو لمساعدة واحد الشخص آخر في الانتحار راه بحال قلتي يشارك في تلك الجريمة بطريقة غير مباشرة، أنه يساهم في إزهاء الروح ديال داك الشخص. وهذا طبعا كيتعارض مع المبادئ ديال السلامة الجسدية، المبادئ الدستورية إلى غير ذلك. بالتالي يعني هناك مجموعة من الجرائم اللي الشخص يعني الفرد ما عارفش بهم، ومن الأجدر أنه يفقه راسه من الناحية القانونية، لأن القانون تبعك في أي مجال. كما يكون عندك تخصص واحد آخر فالقانون لازمك وتابعك بأي حال من الأحوال. السلام عليكم.